السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونكت بلس لجريد 3. احنا وصلنا في الفيديو اللي فات اخدنا ليسون 1 في يونت 2. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 2 في يونت 2، وهبدا بالفوكاب اللي عندي في ليسون 2. نمبر 1 skeleton. skeleton دي اخدناها في ليسون 1 في الفيديو اللي فات. اخدنا كلمه skeleton. skeleton هيكل عظمي. skeleton bones. bones عظام. bones muscles. muscles عضلات اللي هو الجزء ده اسمها muscles. reps. reps ضلوع. يعني ايه ضلوع؟ يعني الريش الرفيعة اللي هنا دي كده اسمها reps. reps ضلوع اللي بتحمي الهارت بتاعي، بتحمي القلب بتاعي واللونجز. اسمها ايه؟ اسمها reps. reps ضلوع. skull. skull جمجمة اللي هي بالشكل ده هنا عندي skull. skull brain. brain دي عارفينها من الفيديو اللي فات، يعني المخ brain. organs. organs أعضاء الجسم. يعني ايه أعضاء الجسم؟ هنا عندي الهارت والبرين واللونجز، دي هنا كلها اسمها organs. organs أعضاء الجسم. knee. knee يعني ركبة. knee هنا عندي الكي silent knee. elbow. elbow الكوع بتاعي اللي هو الجزء ده elbow يعني كوع. elbow jaw. jaw jaw يعني فك. jaw jaw فك. leg رجل. leg arm. arm ذراع. repeat after me. skeleton. skeleton. skeleton bones. bones muscles. muscles reps. reps skull. skull brain. brain organs. organs knee. knee elbow. elbow jaw. jaw leg. leg arm. arm. هناخد بالنا ان الجزء ده فيه فوكاب احنا عارفينها، يعني skeleton عارفينها، brain arm leg elbow knee. هيتفضل عندي الكلمات الجديدة اللي هنا عندي في lesson 2 bones muscles reps skull organs jaw. تمام، ده الجزء الاول كده هنا عندي في الفوكاب. الجزء الثاني هنا عندي في الفوكاب keep us strong. keep us strong يعني يجعلنا أقوياء. keep us strong. keep us strong. attached to يعني مرتبط ب. attached to lift. lift يعني بيرفع، بيرفع حاجة كده من مكانها. lift. lift turn. turn يعني بيلف كده. turn kick. kick يعني بيشوط. kick dance. dance يرقص. chew food. chew food يمضغ الطعام. الكلمة دي اسمها chew. عارفين لما تيجي تعطسوا كده تقولوا chew كده، يعني علموها بالجزء ده. chew food. chew food يعني بيمضغ الطعام اللي هو بيمضغ الأكل، يعني اسمها chew food. chew food protect. protect يحمي. hard. hard صلب. soft. soft يعني لين. هنا عندي كلمة hard عكسها كلمة soft. safe. safe يعني آمن. up and down. up and down يعني أعلى وأسفل. up and down. again repeat after me. keep us strong. keep us strong. attached to. attached to left. left turn. turn kick. kick dance. dance chew food. chew food protect. protect hard. hard
soft soft safe safe up and down up and down. the third part in vocab. معلش هنا الفوكاب في lesson 2 كتير شوية. هنا عندي number 1 helmet helmet الخوذة helmet الخوذة اللي بنلبسها عشان تحمي البرين بتاعنا، بتكون صلبة بتكون ناشفة بتكون hard. helmet helmet bad bad يعني ايه bad؟ واقي الركبة او الكوع. في جزء كده بنشتريه من الصيدلية بيبقى نفس اللون ده ونفس الشكل، انا بلبسه يا اما في ركبتي يا اما في كوعي. ده وظيفته ايه؟ ان هو بيحمي لي الركبة وبيحمي لي الكوع. اسمه bad bad. sunglasses sunglasses نضارة شمس. rock rock صخر. mountain mountain جبل. park park منتزه اخدناها في unit 1. eyes eyes عيون، اكيد كلنا عارفين كلمة eyes. wear يرتدي. climb climb يتسلق. خدوا بالكم ان انا مش بتكي على حرف البي اللي في الاخر، بقول climb يتسلق. go to bed ينام او يذهب للسرير. go to bed. early مبكرا. ride a horse يركب حصان. وبرضو بقول ride a bike يعني يركب دراجة، وبقولها برضو مع الحصان ride a horse. have يتناول. for dinner للعشاء. for dinner. repeat after me. helmet bad. sunglasses rock. mountain park. eyes wear. climb. go to bed. early. ride a horse. have. for dinner. يبقى الجزء اللي فات اللي انا قريته ده الجزء اللي عندي في الفوكاب اللي حفظ في lesson 2. الجزء ده كده احنا هندردش فيه مع بعض، يعني الكلمة او الجملة اللي انا هحتاجها من السنتنس اللي عندي هنا هحط لكم تحتيها خط. تمام؟ يعني انتوا مش مطالبين بشرح الكلمة ده كله، يعني انتوا مش في كلية طب، يعني احنا بنسهل عليكم المنهج، يعني انا مش عايزه اكلكعها عليكم، يعني انتوا مش مطالب ان انتوا تحفظوا السنتنس دي كلها، انما هناخد منها بس كده words يعني كلمات مرتبطه بالكلمه نفسها اللي انا بشرحها. هنا عندي number 1، قلنا هنا عندي كلمه number 1 bones عظام. انا عايزه من الجزء ده كله the hard pieces. يبقى هنا عندي bones the hard pieces that make up the skeleton. يبقى انا هنا عندي في الجزء ده عايزه اربط الورد عندي الكلمه بكلمات بس معينه بتشير للكلمه دي. تمام؟ يبقى انا هنا لما اقول كلمه bones the hard pieces اللي هو الاجزاء الصلبه، لان انا بتكلم هنا على عظام. bones the hard pieces. وبالمناسبه بس ان الناس اللي كتبت لي كومنتس تحت ان انا بتكلم عربي في الفيديوهات بتاعت كونكت بلس، معلش المنهج بتاع كونكت بلس جريد 3 المنهج تقيل شويه، يعني انا بحاول اسهلها عليهم، انا عايزه افهمهم، عايزه اللي يتفرج على الفيديو الطالب نفسه، مش لازم يكون ولي امر قاعد جنبه وانا اتكلم انجلش طول الفيديو وهو يضطر بعد كده يسال والده او والدته. لا، انا بتعامل في الفيديوهات بتاعتي مع الطالب نفسه، انا عايزه الطالب بس هو اللي يقعد يسمعني في الفيديو ويجي بعد الفيديو يعمل اللي انا بقول عليه، سواء كان حفظ فوكاب او ان هو يحل بعديها الاكسرسايز. فانا لو كنت بوضح بس اجزاء باللغه العربيه، معلش انا عايزه الطالب اللي بيتفرج عليا عايزاه يحب المنهج، يعني حتى لو احنا في يونت 2 هنا كنا بنتكلم عن الساينس، احنا ما عندناش مشكله والله، اتكلمنا عن الساينس اتكلمنا عن الانجليش، ما فيش مشكله طالما بنفهم الفوكاب كويس قوي ونفهم الجرامر، ما عندناش مشكله. تمام حبايبي؟ بس معلش الجزء ده هو بس اللي كنت عايزه اوضحه. نرجع لموضوعنا. نمبر 2 muscles عضلات، اللي عايزاها بس من هنا producing movement يعني بتنتج الحركة. producing movement.
Number 3 reps قلنا اللي هي الضلوع. The curved bones 12 bears. ممكن نحفظوها دي اللي هم النمبر بتاعهم 12 bears in human. The chest يعني في القفص الصدري بتاعي. protecting the organs. يبقى هنا عايزة من الجزء ده كلمة protecting the organs يعني بتحمي أعضاء الجسم. like يعني زي the heart and the lungs. يبقى أنا هنا عندي البونز heart pieces, muscles producing movement, reps protecting the organs. skull قلنا skull اللي هي الجمجمة. bone or the head that includes the brain اللي هي بتحمي البرين بتاعي، بتحمي المخ. organs أعضاء الجسم. parts of the body such as the heart or liver in humans. يبقى هنا عندي organs parts of the body. هنا عندي knee elbow، مش عايزة حاجة من هنا. jaw each of the upper and lower bony structures forming the framework of mouth. قلنا هنا عندي الجو اللي هو الفك بتاعي the upper and lower bony structures of the mouth. chew قلنا هنا chew يعني بيمضغ. bite and to work food يعني بيمضغ الطعام. in the mouth يعني في الفم بتاعي. to make it easier to swallow عشان أخليها سهلة إن أنا أبلعها. protect يعني يحمي. protect يحمي. to keep safe to keep safe. hard not easily. soft not hard. helmet a hard protective hat. bad the soft protective line, the cloth that protects the knee and elbow. يبقى هنا عندي bad soft protective that protects knee and elbow. هي اصلا soft طرية، طب وظيفتها ايه؟ protects بتحمي the knee and elbow. يبقى الجزء اللي انا خططت عليه ده بس هو اللي انا محتاجاه من الجزء ده، ما تصعبوش الكلمات على نفسكم. طب هنا عندي الجزء اللي بعديه اللي هو الجرامر. هنا صيغة المستقبل القريب اللي هو near future. احنا كنا خدنا في يونت 1 اتكلمنا عن will اللي بتتكلم عن الفيوتشر. هنا هنتكلم عن مين؟ هنتكلم على going to دي برضو بستعملها ان انا اتكلم عن ايه؟ عن الفيوتشر. يبقى انا بستخدم will وبستخدم going to. هدردش معاكم هنا في going to، بس انتوا عارفين بالنسبة لجزء الجرامر انا ما بحبش اقراه كده oral، انما لازم اشرحه معاكم بايدي. تمام، عشان كده هقرا الجزء ده من الكتاب اللي هو بيتكلم عن going to، بس هعمل لكم فيديو حلو جدا وهينزل لكم ان شاء الله في الجزء بتاع الجرامر اللي هو ان انا هتكلم عن الفيوتشر باستخدام will وباستخدام going to. يبقى انت كده معايا في الفيديو ده اكنك بتراجع الجرامر بتاع يونت 1 والجرامر بتاع يونت 2. طب نرجع بقى هنا عند going to بستخدمها ان انا بتكلم عن الفيوتشر. near future يعني حاجة خلاص انا هعملها بعد شوية، حاجة قريبة قوي. وانا دايما بقسم التنس عندي اي زمن للافيرماتيف اللي هو البوزيتيف. نمبر 1 الاثبات، نمبر 2 النيجاتيف. وقلت لكم انا اول ما بوصل للجزء بتاع النيجاتيف بعمل ايه؟ اكسلنت، باجي هنا واكتب نوت. نمبر 3 interrogative اللي هو الجزء بتاع الكويشن السؤال. طب هنمشي واحده واحده. هنا عندي في البوزيتيف فورم بستخدم السبجكت سواء كان I أو he أو she أو it or you أو we أو they plus be plus الverb to be plus going to دي كده على بعضها. going to يعني أكنها will، يعني هنا عندي going to equal will، يعني هي كده على بعضها going to معناها سوف. I am going to buy يعني أنا سوف أشتري. is going to buy هنا لما بيكون بيتكلم على he و she و it. you we و they are going to buy. طب في النيجاتيف بعمل ايه؟ انا قلت لكم بطلع فوق في اي تنس بكتب not. باخد هنا عندي الverb to be plus not. am تبقى am not، is isn't، are
aren't. وهنا عندي في السؤال بستخدم الverb to be am و is و are. am و is و are اللي هو verb to be plus السبجكت هنا عندي ال I وال he وال she وال it وال you وال we وال they plus ال going to. يعني هاجي هنا الاقيه كاتب لي الفورم التكوين بتاع الفيوتشر am و is و are اللي هو هنا عندي verb to be plus going to plus المصدر plus الانفينيتيف هنا عندي المصدر. يبقى هنا عندي في الفيوتشر سامبل بستخدم verb to be plus going plus الانفينيتيف. Like when we say he's going to wear a helmet. he's going to wear a helmet يعني هو خلاص هيلبس الهلمت مستقبل قريب، يعني خلاص هو بعد شوية صغيرة هيعملها. They are going to go to the park today. طب هتقولوا لي يا ميس مروة هو هنا جه جو تاني، هي اصلا هنا عندي going to مش معناها يذهب. going to هنا على بعضها معناها سوف، معناها will. يبقى هنا عندي go ده هنا عندي الفيرب الاساسي اللي هو infinitive في المصدر، انما going to هنا عندي معناها will يعني معناها سوف مش معناها going يعني هيذهب. they are going to هما سوف go to the park today ان هما يروحوا البارك today النهارده. النيجاتيف فورم we add not. عندي هنا am و is و are هتبقى am not isn't aren't. وهنا عندي في الكويشن فورم قلنا انا بستخدم الفيرب to be plus السبجكت plus going to plus الانفينيتيف. الكلام ده بالنسبه لليس والنو كويشن، اليس والنو كويشن. انما هنا عندي الجزء الثاني من الكويشن لما بستخدم ال WH word. ال WH word what are you going to do after school. I am going to do some exercise. I am going to do some exercise. ما تتخضوش من الجزء ده، ان شاء الله يعني يومين وهنزل لكم فيديو حلو جدا هتكلم عن will وهتكلم عن going to وهتكلم عن going to. in the next page هنا عندي زي paragraph كده. our skeleton is all the bones that keep us strong and help us to move يبقى أنا بتكلم عن ال importance of our skeleton is all the bones. التعريف بتاعه that هنا ال importance بيعمل ايه بقى؟ keep us strong يعني بيخلينا أقوياء and help us to move وبيساعدنا ان احنا نتحرك. we need muscles كلنا محتاجين يبقى عندنا muscles عضلات to move our bones عشان احرك البونز اللي عندي في جسمي، ان انا احرك العظم بتاعي. muscles are attached to bones يعني مرتبطة بالبونز او ملتصقة بيها and they lift and turn bones so we can walk عشان كده احنا بنقدر نتحرك ونمشي run dance ونجري ونرقص anything. كل ده مرتبط بايه؟ كل ده مرتبط عندي بالمسلز بالعضلات بتاعتي. بتعمل ايه؟ بتقدر ان هي left ان هي تشيل and turn البونز يعني تشيل العظم بتاعي وترن وتتحرك بيه so we can walk run dance anything بنعمل اي حاجة. when we kick a ball يعني احنا لما بنيجي نشوط الكورة muscles make the bones in our leg and knee move. هنا بيقول لي ان المسلز العضلات بتاعتي make the bones اللي هي بتخلي العظم بتاعي in our leg في رجلي and knee move هي اللي بتخلي البونز بتاعي ان هي تتحرك وتعمل ايه؟ تعمل kick a ball to kick a ball ان انا اشوط الكورة. muscles in our arms يعني العضلات اللي في دراعي and elbows في كوعي move بتتحرك when you play tennis لما انت تيجي تلعب التنس. we use muscles احنا بنستخدم المسلز when we chew food لما بنيجي بنمضغ الطعام احنا بنستخدم ايه؟ المسلز. to move the jawbone up and down عشان احرك العظم بتاع الفك بتاعي up and down يعني احركه فوق وتحت.
تمام. يبقى انا هنا عندي الامبورتنس اوف ماسلز، هنا بتكلم عن الامبورتنس اوف ماسل، يبقى العضلات بتاعتي مهمه جدا، هي اصلا المسؤوله ان هي تحرك البونز بتاعتي، ان هي تحرك العظم بتاعي. to move عشان اتحرك بجسمي كله، and to move the jaw bone اللي هو الفك العظم بتاعك ده عشان يفتح بقك وتقفله ويندغ الطعام كده. محتاج ايه؟ محتاج muscles، لازم المسلز العضلات بتاعتي هي اللي تساعدني ان انا اعمل كده. طب نمبر 2 هتكلم هنا عن مين؟ هتكلم عن البونز العظم بتاعك. are hard فاكرين لما قلت لكم انا مش عايزه من كلمه البونز غير كلمه hard يعني صلب. and they protect our soft organs. وبيعمل ايه هنا عندي البونز؟ protect يعني بيحمي our soft organs. يبقى انا هنا عندي في جسمي soft organs يعني اعضاء كده لينه. مين اللي بيحميها هنا عندي؟ البونز العظام. طب مين هما السوفت اورجنز عندي؟ our brain مخي طبعا ده سوفت جدا. heart القلب and lungs are important organs that need to be safe. طبعا هنا لما بيتكلم عن السوفت اورجنز الاعضاء بتاعت جسمي السوفت اللينه، هنا عندي البرين العقل بتاعي، الهارت القلب بتاعي، lungs الرئتين are important organs يعني أعضاء مهمة جدا need to be safe إن هي بتحتاج إن هي تكون في أمان. ليه بتحتاج إن هي تكون في أمان؟ لأن هي soft organs يعني أعضاء لينة. هل البرين بتاعي ده فيه بونز؟ هل بيبقى هارد؟ نو. الهارت بتاعي ده soft organ يعني عضو من أعضاء جسمي السوفت يعني لين. مين اللي بيحمي كل ده؟ مين اللي بيعمل بروتكت للسوفت اورجانز؟ هنا عندي البونز العظام بتاعتي. يبقى كده حبايبي انا انتهيت من بارت 1 من الجزء الاول في ليسن 2 في يونت 2. مش هخش هنا عندي في الاكسرسايز، هديكوا برده مهله ان انتوا تتفرجوا على الفيديو اللي ان شاء الله هينزل لكم بيتكلم عن الويل والجوينج تو، واديكوا فرصه تحفظوا الفوكاب اللي في ليسن 2. وطبعا هتحضروا الانسر بتاعتكم زي الفيديو اللي فات، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنحل كده مع بعض الاكسرسايز بتاعت ليسن 2. ما تنسوش اللايك وشير كتير للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ولو عندكم اي كومنت اكتبوا لي تحت وانا هرد عليكم.